ازيكم عاملين ايه؟ اكلتنا النهارده انا بموت فيها، اللحمه صوص. يلا نقول لكم عملتها ازاي. حله سخنه، حطينا سمنه، معلقتين سمنه. حابه تحطي اي ماده دهنيه تانية براحتك. صدمنا فيها اللحمه اللي عندنا. تمام. حطينا رشه سكر عشان يساعد على السوا، وفي نفس الوقت هيدي درجة اللون اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. تمام. وحطينا طبعا الفلفل الاسود، الملح بنسيبه للاخر. هنا هننزل بمية سخنة على اللحمة ونسيبها تطيب. تمام. هنا كنا بنضرب طماطم عشان المكرونة. الاكلة دي بتبقى تحفة مع المكرونة جدا. كنا سلقنا المكرونة وحطينا ملح بس، وهنسيبها بقى تعيش حياتها كده شوية، يعني مجرد بس ما يعني تشوفي المكرونية خلاص اتقطمت معاكي خلاص. هنا بقى كنا بنعمل تسبيكة بتاعة الطماطم للمكرونة. حطينا زيت وطماطم، وحطينا رشة السكر المعتادة، وهنحط طبعا معلقة الصلصة عشان اللون. تمام. هنحطها اهو. تمام. هنسيبها بقى شوية. حطينا هنا بقى فلفل اسود، حطينا ملح. هننزل بالمكرونة، هنقلبها، هنقعد نقلب فيها لحد ما الصلصة خلاص تدخل في كل المكرونة. تمام. بس وهنوطي بقى، هنوطي النار عليها خالص على نار هادية، وهنقفل الغطا ونسيبها. في ناس بتحبها كده، يعني بتبقى طعمها حلو قوي برضه. هنا بقى اللحمة خلاص قربت على السوا، بنحط الملح. انا ما برضاش احط الملح في الاول عشان يعني اسيبها عشان السوا بتاعها يعني. تمام. هنا بقى معلقة السمنة، الحركة الأخيرة اللي أنا بحب أعملها في المكرونة. خلاص هنا أنا كنت تقريبا طفيت النار عليها، وبقلب السمنة مع المكرونة، بتديها طعم حلو قوي. شايفين المكرونة تحفة. تمام. احنا في الوقت ده احنا مولعين طبعا على اللحمة. تمام. شايفين خلاص هي اللحمة اتشربت وخلاص استوت. والصوص طبعا احنا مش بنستنى لحد ما الصوص يعني يتشرب كله كده، مش هتلاقي صوص في الاخر يعني. بتخلي شوية كويسين كده في الاخر، بتبقى تحفة. ولازم البطاطس المحمرة طبعا، ده في اي وجبة اساسية. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.